لو كنت من الناس اللي لما جت تكتب باللغه العربيه على برنامج كاب كات وطلعت معاها بهذا الشكل الغريب، فركز معايا في الفيديو ده وكمله لحد الاخر عشان هقول لك على اسهل طريقه تقدر تحول بيها الخط من الشكل الغريب ده للشكل ده بدون رغي كتير ومن غير ما توجع دماغك. فكل اللي عليك ان انت تعمل لايك للفيديو ده دلوقتي حالا واشترك في القناه، وغير كلام كتير يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما شفت كده في بدايه الفيديو ان احنا هنحل مع بعض مشكله ممكن تواجه معظم الناس اللي بتستخدم برنامج كاب كات، وهي مشكله الكتابه باللغه العربيه داخل برنامج كاب كات. بعد ما تفتح الابلكيشن هتيجي على الاعدادات اللي بتبقى موجوده فوق دي، وبعد كده تختار اللغه بتاعه البرنامج وتحدد اللغه بتاعه البرنامج اللغه العربيه، وبعد كده تدوس تم وتخش تعمل ريستارت للبرنامج. ومجرد ما تخش على البروجكت اللي انت كنت شغال عليه وتكتب اي حاجه هتلاقي الكتابه اتظبطت وبقت طبيعيه ورجعت للشكل الاصلي بتاعها من غير بقى ما تعمل سوفت جديد او تحمل اي اكستنشن خارجيه للبرنامج. وبس كده يا عم، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك او فادك، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، والاهم من ده كله انك تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل النوتيفيكيشنز الجديده اول باول. ولو عندك اي مشكله ثانيه بتقابلك ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات، وباذن الله نحاول نوصل لحل ليها. اشوفكم الفيديو الجاي. بيس.